اهلا بيكم. الاسبوع اللي فات كان مليان احداث، اهم حدث فيهم بالنسبه لنا كان قانون التظاهر. قانون التظاهر قانون التظاهر قانون التظاهر قانون التظاهر قانون التظاهر قانون للتظاهر قانون التظاهر معنا قانون التظاهر. مش عارف بتوع رابعه زعلانين ليه من القانون ده. ده قانون لطيف جدا، الشرطه ما بتطلبش كتير، يعني مجرد اسمك واسم المتظاهر اللي معاك وارقام تليفوناتكم وخط سير المسيره ونوعيه الهتافات والموعد المفضل لفض المسيره. وتحب ايه، غاز ولا خرطوش؟ الو الشرطه. ايوه حبيبي. ممكن اعمل مظاهره؟ امشي يلا امشي. شكرا. بصوا، انا مش هناقش القانون ده من الناحيه القانونيه او الدستوريه او السياسيه ولا الكلام من ده، ولا هقول ان بتوع 30/6 بعد ما خلصوا مظاهراتهم وشربوا الماء والعصير بتوع الشرطه قرروا بقى ياخدوا السلم معاهم فوق ويلغوا المظاهرات. احنا هنناقش القانون ده من منظور تاني خالص هقول لكم عليه اخر الحلقه. احنا بس الاول حابين نعرف راي ناس حبايبنا في القانون ده من ايام ما مجلس الشورى ايام مرسي نفى ان في قانون تظاهر اصلا. مجلس الوزراء منذ قليل قال انه مفيش حاجه اسمها قانون للتظاهر، لا، في مشروع قانون كان هيتم مناقشته داخل مجلس الشورى، مجموعه من القوانين ومشاريع القوانين الاستبداديه اللي هتحكم مصر بقبضه حديديه. اظن يعني من الغباء لو جه نظام تاني حط قانون تظاهر والناس دي موجوده. لكن قانون التظاهر نعم قلنا بالامس انه يحظى بشعبيه جارفه، ولو قعدنا النخبه والمثقفين والسياسيين يتكلموا عن الملاحظات اللي عليه وعن عيوبه هو يحظى بشعبيه. معلش يا جماعه، اصل وائل الابراشي عايش في عالم موازي تاني لوحده خالص، وعلشان تكون اعلامي ناجح في العالم الموازي بتاعه ده لازم يكون فيك صفتين مهمين جدا، انك تكون بوشين وشعرك سايح. وطالما كده كده بنتجول في الفضاء، تعالوا ننتقل من العالم الموازي بتاع وائل الابراشي ونروح العالم الموازي بتاع محمود سعد. محمود سعد ايام مرسي كان عنده حساسيه من قانون التظاهر. ان وزير العدل بيفكر في قانون التظاهر، لازمته ايه دلوقتي قانون التظاهر؟ خلينا واقعيين. انت هتقدر تمنع مظاهره خارجه؟ وليه بتعمل قانون يغضب الناس؟ ده كان ايام مرسي، لكن لما العسكر جه بقى حطوا له مرهم. انا موافق قانون التظاهر يطلع. مش غريبه يعني على محمود سعد. انا محمود سعد ايام مرسي لما بنته اتضربت كان معروف مين السبب. اسرتك لما اتعرضت للاعتداء كان معروف ان دي بنت محمود سعد ودي لا. طيب. طب ومن نحمل مسؤوليه اهدار دم المصريين في الشوارع بالشكل ده؟ الرئيس. تمام الرئيس بلا جدال. بس بعد مرهم العسكر. طبعا اللي حصل امبارح، احداث امبارح انا مش هتكلم فيها باستفاضه، لانه ليه انا طرف لان بنتي كان مقبوض عليها امبارح وخرجوها وعملوا فيها اعمال غريبه، بس مش دي القضيه. انا موضوع بنتي ده موضوع شخصي بطلعه من الموضوع، انا بستشعر حرج لان بنتي في الموضوع، بطلع نفسي من الموضوع. وبعد الجوله الفضائيه دي نرجع تاني لقانون التظاهر. قانون التظاهر يا جماعه الشرطه مش هتعرف تطبقه. هو انتوا هتعرفوا تطبقوه؟ يعني ادعوا بس ان الناس تعرف تطبقه. ادعوا تقدر الداخليه بكره اللي بعده ان تطبق هذا القانون. طيب ندعي يا جماعه، يعني كله يدعي، يعني كله يدعي يا جماعه. ادعي يا ابني، ادعي. اخيرا الحكومه صحيت يا امن وطلعت قانون التظاهر، فعلوه وبالجزمه. ازاي يا باشا؟ بالجزمه، انا بقولها اهو وعلى الهوا. بالجزمه. اذا كان كده معلش، يعني انتوا متعوده دايما. حتى لو طبقوه بالجزمه يعني ما يطبقوه، هيطبقوه على مين يعني؟ انتوا مش فاهمين القانون ده نازل لمين؟ اللي اتعمل امبارح ده نازل لمين؟ ليه في ناس دخلت نفسها في الحكايه؟ هل في حد فيكم عارف ينزل يعمل مظاهره غير الاخوان؟ القانون ده معمول للاخوان. احنا هنناقش مع بعض قانون التظاهر. هو قانون فيه كلام انك انت ممكن تبقى موافق عليه، متحمس لفكره ان احنا نلغي التظاهر عشان نوقف الاخوان المسلمين عندهم، وانا معاك. انا معاك في الفكره، موافق عليها. بس ازاي؟ ما تحطليش قانون يخنقني انا كمان. يعني قانون يخنق الاخوان ويخنقني، طب انا ذنبي ايه؟ وعلشان مصر ام الدنيا فالعسكر في مصر بيصدر للعالم اول قانون في تاريخ الكون يفرق بين المعارض والمؤيد. معارض بالجزمه، مؤيد صاحبي وحبيبي وكفاءه. وبعدين نفسي اعرف الشرطه والعسكر محتاجين قانون التظاهر في ايه؟ ما انتوا عندكم الناس الحلوه بتاعتكم اللي بتفضل لكم المظاهرات. على ما يبدو ان المواطنين الشرفاء ما كدبوش خبر، وفي اقل من 24 ساعه لبوا النداء اللي توجه لهم امبارح في بيان رسمي صادر من مجلس الدفاع الوطني. وفي اول لقاء حصري لليوتيوب قدرنا نتواصل مع احد المواطنين الشرفاء اللي الشرطه تستخدمهم في فض المظاهرات. معانا عبر الاقمار الصناعيه مداخله من احد المواطنين الشرفاء اللي الشرطه بتستخدمهم في فض المظاهرات،
واللي اصر انه يظهر معانا في برنامجنا عشان يوصل صوته للساده المسؤولين، واحنا هنديله الفرصه كامله انه يعبر عن رايه ويوصل صوته للمسؤولين. اهلا بيك معانا يا برنس. اهلا بيك يا استاذ جو، برحب بحضرتك وبجمهورك. انا على فكره بحبك جدا لدرجه اني سميت ابني الصغير على اسمك كريم. انت بتقلش. اسمك ايه يا حاج؟ اسمي مؤمن وشهرتي الكفران، طالع من رابعه. رابعه؟ انت اخوان بقى؟ اعوذ بالله، رابعه ابتدائي. انا بلطجي ومؤيد للانقلاب. طيب عايزينك تكلمنا عن طبيعه شغلك. شغلة ايه يا استاذ جو؟ ما خلاص لمت ورمرمت، بدون خبره ولا مؤهل، بقت بالمحسوبيه. اللي ابوه حرامي بيشغل ابنه حرامي حتى لو جاب 50%. انت بتتكلم بصفتك ايه يعني؟ بتكلم بصفتي نكيب المجرمين بالنيابه عن 400,000 بلطجي من خيره شرفاء هذا الوطن. وبسأل، هو البلطجي ده مين؟ مش اخويا واخوك؟ ابويا وابوك؟ عمتي وخالتك؟ بني ادم بينزل من بيته الصبح ونفسه يرجع اخر الليل معاه كيس فاكهه لعياله ونص قرش حشيش يعمل بيهم دماغ. احنا اكتر فئه بتعاني من الاقصاء والتهميش. انا مثلا لما اشتري فرشه حشيش ولا باكيته بانجو مضروبه، هل من حقي ابلغ حمايه المستهلك؟ طبعا لا. وبسال الرئيس المؤنقط، مين بيمثل البلطجيه في لجنه ال50؟ انا مش بتكلم على الحراميه ولا النصابين، اخدوا حقهم بالزياده. يعني ايه مشكلتك يا كفران؟ من ثوره يناير احنا الفئه الوحيده يا استاذ اللي كنا شغالين على الارض وسندنا الشرطه. ايه طلباتكم يعني؟ عندنا مطالب، والا هندعو بالتصويت بلال الدستور واشوف راجل بشنب يدخل لجنه هشقه نصين افرجه على الطحال وقتي واهله يستلموه مني بالتقسيط. يعني فين المطالب يا كفران؟ احب اشكر الاعلاميين انهم بداوا يعترفوا بينا. كانوا الاول يقول لك طرف ثالث، عناصر مجهوله، دلوقتي يقولوا علينا الاهالي او المواطنين الشرفاء. بس في حاجه، احنا ما بنستعرش من مهنتنا. احنا مش اهالي ولا شرفاء، احنا بلطجيه. وعلى فكره عايزين نكتبها في البطاقه، المهنه بلطجي، يكون لنا شعار يتحط على عربيه الشرطه. احنا بنركب معاهم واحنا اللي بنبقى في المواجهه، بنروح نفض المظاهرات. لو الشرطه في خدمه الشعب فاحنا في خدمه الشرطه. انجز يا كفران المطالب. هما شويه مطالب. تحسين البلطجيه في الدستور، مش كله عاوز تحسين واحنا اللي جايين من الصين. يقول لك المعلمين ليها كادر، الاطباء ليها كادر، الشرطه ليها كادر. بصراحه انا مش كادر. تاني حاجه، معامله البلطجيه اللي سقطوا واتسحلوا معامله الشهداء، واطلاق اسم البلطجيه اللي اتقتلوا على الشوارع. الشهيد حوضه معاصي يطلق على ميدان التحرير تكريما له في حرب الكيان الاخواني. معاصي يا جماعه قتل 25 اخواني بمقروطه، سميناه معاصي صائد الاخوان. وبعدين عايزين نخصص حته ارض على النيل عشان نعمل نادي اجتماعي زي كل الفئات. وبنحذر فيها لا فيها، الشرطه ما تقدرش تقف على رجلها من غيرنا، واقعين واقعين. طيب اخر طلب. معلش، هما طلبين. اتفضل. اول حاجه، اطلاق اسم الشهيد طارق حبكها على منطقه الهرم لدوره في موقعة المقطم. ويا ريت في اخر الحلقه نسمع الاغنيه اللي كان حاططها على موبايله ومش حافظ غيرها. ليه حبكها؟ ايوه انا حبكها. انجز يا عم، انت هتغني. اخر طلب يا استاذ، معلش. عاوزين كوتا في مجلس الشعب اللي جاي. كوتا؟ عايزين كوتا زي الاقباط وزي الشباب وزي المراه، لان المواطن ما عندوش الوعي الكافي انه يدينا صوته. احنا هننزل في القوايم ونغني مع بعض كلنا كوتا كوتا كوتا، كلنا كده عايزين كوتا. شكرا يا كفران. اعتقد كده يعني صوتك وصل للمسؤولين، واحنا برضو بنطالب الشرطه والجهات المعنيه ان هي تبص في مطالب الناس اللي شغاله معاها، مش تقول لي قانون تظاهر. اشوفكم الحلقه الجايه. ما تنساش تعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك من الرابط اللي موجود تحت الفيديو، وتتفرج على فيديوهاتنا اللي فاتت، وتعمل سبسكرايب من هنا.